بص، هي الفكرة مش في فكرة المذاكرة ذات نفسها، قد ما أنا بقيت أحس إن أصلا الطلبة أكبر مشاكلهم إن هم مش فاهمين أصلا هم بيذاكروا ليه. يعني أنا مثلا في طالب قال لي مستر أنا بذاكر عشان أعدي وخلاص. فأنا هنا استوعبت إيه؟ إن الطالب مش محتاج مجرد مدرس يشرح له، لا ده هو محتاج حد يقول له لماذا نحن هنا أصلا. التعليم الحقيقي مش فكرة إن هو بيتبني على درجات بس، لا إحنا بنبني مثلا شخصية، بنبني تفكير، بنبني حد فاهم نفسه، فاهم الواقع بتاعه، يعرف يحل المشاكل. احنا للاسف فضلنا سنين نحفظ الطالب بيعمل ايه في التعامل مع الدرجات، ونسينا نفهمه ازاي يفكر اصلا. الطالب الفاهم يعني مثلا لما بيقابل اي فكره بيخترع لها حلول، عكس الطالب الحافظ. هو حافظ فكره معينه، فلو قابله فكره جديده تلاقيه تهوى اتلهوى ما عرفش يعمل اي حاجه. يعني المفروض اي ولي امر مثلا لما يشوف ابنه، انت رحت الدرس مش ده كفايه، لا انت رحت عند مين؟ رحت ليه؟ فهمت ايه؟ استوعبت ايه؟ طب انت عارف اهدافك؟ بتعمل ده ليه؟ بتتعلم ليه؟ المفروض تعرفه اصلا هو كل السلسله والدوامه اللي هو اتولد فيها دي ليه؟ مش ان هو اتولد لقى نفسه في حضانه، خرج لقى نفسه في ابتدائي، خرج لقى نفسه في اعدادي. ايوه السلسله دي هو مش ليه اصلا. لازم يكون فاهم ومستوعب، والهدف الاخير ايه؟ ما يعرفش ياخد اي قرار في حياته. التعليم محتاج وعي، وعي بطالب فاهم هو بيتعلم ليه، مدرس فاهم هو بيعلم ليه، ولي امر فاهم ابنه بيتعلم ايه، بيتعلمه ازاي. فلو الثلاثه دول اشتغلوا مع بعض في التوتال هنوصل للنتيجه المطلوبه. اللي انت رايك بقى، شايف ان احنا بنذاكر ليه؟ او التعليم رايح على فين عموما؟ بس وجزانا جزاكم الله خير والسلام.